ربنا يستر. يلا يا عمر يا ولدي، اركب طوالي. طمن عليه الاول. هو كيف ما انت شايف اهو، طب منقول ووجع منقوط، عايزين نلحق نوديه المستشفى بجد. سكت عليك النبي يا عمر لا تركب. والنبي يا عمر لو سألوك في المستشفى يبقى قولوا لابوك. ما هو طبعا ابوي. اسمع يا اسطى، نطلع من طريق الاسفلت على جنة طوالي، يا اخوي تعبان ما هو ناقص خط. انا هاجي معاك يا ابوي. مفيش مكان، عم حسان واخد نص العربيه، خليك انت يا بكري. اسمع يا بكري، هتعود على النجح، هتقول لعمك مغورين مع رجالة العيلة كلهم، ويحقق في موضوع سرقة الفلوس دي مع ناسنا الاول. ناسنا. اطلع يا اسطى يلا. اوعى بكري. ربنا يطمنكم ويطمنا. يا ريس دياب، يا ريس دياب، في ايه يا شوقي مالك؟ تهيألي في حاجة حصلت عند عيلة حسان. إني قابلت شهيان ومغوري، فاكرهم جايين العزا، لقيتهم حاودوا على بيوتهم من غير ما حتى يردوا علي السلام. دلوقتي بانوا نعرف كل حاجة. يا ريس دياب، الكبير وصل. لا مؤاخذة يا خواجة، الحال يا همام. حاسب لا توقع. تعال يا خواجة. يا رجالة شيلوا الشنط. تفضل يا خواجة تفضل. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. اهلا. عمي وحشتني قوي. مرحبا كبير بندرية. عرفت يا ولد اخوي متنافع؟ عرفت يا عمي. يلا الله يرحمه. يلا يا رجالة تفضلوا يا خواجات تفضلوا. مين دول يا عم؟ دول ضيوف يا عمي، بس ايه دول الضيوف اللي هنشوف على ايدهم الخير كله. السنيور لا مؤاخذة سنيور، على طول بتلخبط في اسمك. كفاية تقول السنيور بس، لأن مفيش سنيور غيري. شكلك مش غريب عليا يا سنيور. يلا يا شوقي يلا خذ الخواجات وقعدهم جوا يلا وضيفهم. يا مرحبا اتفضل. عمي عايزين نشوف بيت نقعدهم فيه ويكون لوحديهم وبراحتهم. هم يقعدوا هنا كتير. قول طوالي. دول يا عمي اللي هنشوف على ايدهم الخير كله، دول اللي هيرجعونا لايام زمان، ايام الخواجه بيني. الخير هيعم على النجع كله ويحل لنا كل مشاكلنا. مش تقول كده؟ يبقى مفيش أحسن من بيت عمك سعدون. أهو بيت طويل وعريض، وأم جميلة قاعدة فيه وحدها. ام جميله هتروح فين؟ أم جميلة نجيبوها تقعد هنا وسطينا، ويا سيدي لو رست علي إن أتجوزها وتيجي تقعد في البيت هي وبنتها. يا سلام عليك يا عمي، وجاي على نفسك قوي. يا سلام تخالف من وراي. عيب يا ولد عيب. ماشي يا عمي ماشي. على العموم هي مصلحة وفكرة زينة، بس هتعمل ايه في رقية أمي؟ ده نارهم هتجيد. كفاية أنت بس اللي تعرف دلوقتي، وقدام شوية هنبقى نقولوا لهم، بس قولي لها أنت. ماشي يا عمي. روح أنت لأم جميلة وخليها تفضي البيت على ما أقعد أنا مع الخواجات جوا. أوامرك يا كبير بندرية. بقول لك يا عمي، إيه اللي حصل في بيت حسان؟ شايفهم كلهم راكبين الميكروباص أو رايحين على البندر. شفتهم وأنا جاي. في إيه؟ مالهم؟ أكيد حصلت لهم حاجة عفشة. بقول لك إيه، خلينا دلوقتي في أم جميلة، سيب عيلة حسان بعدين. يلا عن إذنك. يا أهلا يا خواجة. طمنا يا دكتور الله يخليك. والدك يا باشمهندس؟ ايوه والدي، احنا تحت امرك في اي حاجه يا دكتور، بس اخوي يقوم بالسلامه. واضح انه تعرض لصدمه عنيفه سببت له الحاله دي. احنا ادينا له مذيبات للجلطه لغايه الحاله ما تستقر. بعد كده هنعمل له اشعه مقطعيه على المخ، بس الموضوع طبعا هياخد وقت. يعني في امل انه يخف يا دكتور؟ باذن الله كل حاجه هتبان بعد الاشعه المقطعيه. بعد اذنك. اتفضل يا دكتور. لا انتوا تجيبوا مناع يتصرف مع ابوه. اصبر شويه يا نسمه، عقلي متخلبط دلوقتي. ايه اللي حصل يا عم ناجي؟ الصدمه اللي توصل عم حسان للحاله دي؟ بيتنا اتسرق يا ولدي، شقى 6 سنين في الارض الجديده كله راح في لحظه. اتسرق مننا يا ولد اكتر من 2 مليون جنيه. يا ابوي كان بيتمنى يبني بيت كبير على الارض، كان بيحوش كل قرش علشانها. لا انا قاعده تحت رجلين ابوي، انا اللي هخدمه. ممكن نخليك مرافقه معانا ونجيب لك سرير جنبه. يلا بينا يا عم ناجي ندفع حساب المستشفى ونشوفوا لكنضه نبيتوا فيها للصبح. يلا يا شاهين. بيتوا فيها انت وشاهين يا عمي، واطلع طوالي على سوهاج عشان اشوف مناع وبلغه. ما انت صاحبه اكيد عارف مكانه.
معقول هيقعد الفترة دي كلها في نفس المكان؟ ربنا عالم إذا كان عزل. يبقى العقل تبيت معنا الليله دي في اللقبه، ومن بكره الصبح تطلع على المحطه، ومنها تطلع على المزرعه اللي انت بتقول انها تبعه دي. فكرة زينة برضو. معك فلوس لحساب المستشفى يا عم ناجي؟ الستار موجود يا ولدي. الفلوس اللي ما اتسرقتش دي هي اللي قبضناها امبارح من بيع الغله، لولا كده ما كناش قدرنا ندفع الحساب. قدر ولطف يا عمي، قدر ولطف. الحمد لله يا ولدي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا، يا مرحب بالخواجات، يا مرحب. دقيقة واحدة ولع النور. يا سلام، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تعرف يا خواجة، يمين بالله ومليك عليا يمين، البيت ده مبني زي بيت ابوي بالظبط. عمي سعدون صمم يبنيه زي بيت ابوي. موقعه جميل. اظن ده ورا بيوتكم على طول، صح؟ احنا قاصدين كده يا خواجة، علشان يبقى بيت ابوي في الاول وبيت عمي في الاخر. ليه؟ علشان نحوطوا العيلة ونحموهم. احنا اللي هنحميكم يا همام، بس هو عايز شوية توضيب. شوف يا خواجة، البيت ده هيكون بيتكم وهيكون مطرحكم، اعملوا فيه ما بدلكم. لا، احنا عشان يكون بيتنا لازم نشتريه، ولازم يكون بعقود كمان. شوف يا سنيور، انا كلمتي بمليون عقد، انا الكبير هنا، محدش يقدر يكسر لي كلمة. لا معلش، لازم نشتري البيت والارض اللي حوالين البيت ونعمل عقود بكده يا همام. ايه وليه تكلف نفسك يا خواجة؟ انت مش قلت هتقعد هنا وقت الخطر بس؟ يعني وقت التشوين والحصاد ووقت البيع. يا مرحب يما، يا مرحب. نورت البيت. مش باين، ما انا كنت مرتاحه في بيتي لولا حكم الكبير. وهو همام يحكم في اللي ملهوش فيه ليه؟ وليه يدخل بينا غراب وخواجات؟ اتخوت ده ولا ايه؟ اهو بيعمل لصالح العيله كلها. ولا عاجبك الزرعه اللي كانت بتخيب سنه ورا سنه وما فيش قرش واحد؟ وهو عشان يعمل لصالح العيله يطلعني انا من بيتي ويخليني ضيفه بدل الضيوف؟ ويا ريت ضيفه مترحب بيها. في ايه يما؟ ده احنا نشيك على راسنا، واللي مش عاجبه يمشي هو. مين اللي يمشي يا باه؟ مشاش في ركبك. البيت ده بيتنا ورجايه من قبل جوزك ما يتولد، يعني لا انت ولا همام ولا امك يتحكموا فيه. ما تتحمجش كده يا عجيله، ده انت صاحبه عايه. انا اللي هعود على بيتي واخليه يشوف له صرفه في ضيوفه، ان شاء الله يجيبهم هنا وسطيكم يعكننوا عليكم، ما دام ما تعرفوش حمد ولا شكرانيه. استني يما استني، دول قاعدين بره. همليني، هو انا ناقصه حرق الدم ولو يبوس في خلقتي؟ ده انا صاحبه جميل عليهم. يما رايحه فين دلوك؟ ارتاحي ارتاحي، طالعه على بيتي واللي يحصل يحصل. يما البيت مش ناقص مشاكل. يا عم احنا الكسبانين، وان كان على البيت هنبني بيت احسن منه، وهناخد فلوسهم مرتين عشان تعيش في البيت متهني انت ومرتك الجديده. خلاص يبقى نبني البيت جارهم عشان تبقى عينينا عليهم دايما. جارهم ليه؟ عمايل الخواجات ما تلدش علينا، وكل ما بعدنا عنهم كل ما كان احسن. معاك حق. بابا خبريهم جميل، لما خلقاتك رايحه على وين؟ مش هلقى راحتي غير في بيتي، رجعوني لبيتي، ما عايزاش اقعد مع حد. يا ام جميله بيتك خلاص بعناه للخواجات والفلوس بتاعتها، وهنبنوا لك بيت ساعدك. خلاص اتفقنا انا وهمام، تو ما البيت يخلص هنروح نقعدوا فيها على طول. ادخل يا ام جميله، ادخل يا حماتي وتحمل شويه عشان المصلحه تمشي، وان كان على امي هنبه عليها ملهاش صالح بيكي. اتحمل وامري لله. ربنا يخليك يا ست الستات، وخلاص البيت هنبنوه اسرع من البرق. محيتي فلوسها حاضره، وبعد كده هنعلنوا جوازنا طوالي. يحضر لك الخير يا سبع الناس، امري لله. تفضل يا ست الستات، تفضلي. سلام، يا سلام عليك يا عمي، طلعت واعر قوي. امال ايه يا ولد اخوي، حماتك دي ولا بنت البنوت. يلا هنيالك يا عمي. السلام عليكم يا بندريه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا مغاوري، اتفضل. ازيك يا مغاوري؟ اتفضل اتفضل. ايه يا مغاوري، سمعنا عنكم حديد واغوشنا عليكم. في حد فيكم عمل الواجب والاصول وجه سأل عن اللي حصل؟ يا مغاوري، ما انتوا كمان عارفين ان احنا كان عندنا عزاء. انا لسه معاود من سفريه طويله، وقابلت مناع وشايع معايا هديه لابوه وامه. ايه ده؟
كل دي فلوس جبتوها من وين؟ انت مالك؟ مالكش صالح بالفلوس دي. ليه صالح ونص يا همام؟ عشان انا عارف الفلوس دي فلوس مين؟ ما كانش العشمة بنت رية تتقلبوا حرامية على اخر الزمن. لا بابا انت فهمت ايه يا مغاوري؟ فاهم صح، وربنا بعتني دلوقتي عشان اشوف فلوس حسان عنديكم. فلوس مين يا راجل يا مخلول انت؟ مخلول؟ كل حياك علي انا يا همام، علي الطلاق بالثلاثة ادفعكم الثمن غالي يا بنت رية. وانت عايز تقول علينا حرامية ونقول لك متشكرين اياك؟ وانتوا كيف مش حرامية؟ حرامية؟ فلوس دي فلوس حسان 2 مليون جنيه لو ما رجعتوهاش الدفع هيغرق الناجع كله. سامعين يا بنت رية؟ مغاوري افهمني. روح واتكلم على قديك. احنا لا يهمنا انت ولا نمشي عينك. سبته يمشي ليه يا ولد اخوي؟ لازم نفهموه ايه الحكايه. عنه ما فهمت، سيبه يغور. طول عمرهم بيسرقونا واحنا ساكتين. مناع كان بياخد نص ثمن الحشيش لوحده ويقسم النص الثاني علينا يا عمي. ايه؟ وانت ايش دراك؟ امال انا جايب الخواجات معايا ليه؟ الخواجات فهموني على كل حاجه، وفهموني كمان ان كل اللي يملك مناع احنا لينا فيه وحتما لازم ناخده.